وظن أبو هريرة حينها أنه هالك. لا يحسب السباق أبدا بمن تصدر البدايات أو بمن ارتقى وارتفع عند المنحنيات، العبرة في الثبات حتى النهايات، فلا تغترن أبدا بما قدمت يوما، فالعبرة بخاتمة المشوار. كان سيدنا أبو هريرة يجلس مع مجموعة من الصحابة بجوار المسجد حين مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إليهم وتغيرت ملامحه لوهلة، ثم قال: إن فيكم رجلا درسه في النار أعظم من أحد. درسه هيبقى أكبر من جبل أحد، يعني كافر كافر. يا له من خبر، لم تراوح تلك النبوءة رأس أبو هريرة أبدا. مرت الأيام وتوفي كل من كانوا يجلسون مع أبو هريرة يومها، ماتوا على الشهادة والإسلام. لم يبق إلا هو ورجل يقال له الرجال بن عنفوة. كان الرجال من وفد بني حنيفة الذين وفدوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا. لم يسلم الرجال ورحل، لا، لزم الرجال بن عنفوة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ القرآن واجتهد في العبادة، حتى قال عنه عبد الله بن عمر: كان بالرجال بن عنفوة من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير الشيء العجيب. كان من أفضل وفد بني حنيفة إسلاما، كان حافظا قواما صواما. لعبت الظنون برأس أبي هريرة، فكلما رأى الرجال بن عنفوة تأكد أنه الهالك لا محالة. هكذا كان يقول لنفسه. لم يبق معه إلا ابن عنفوة، والذي يشهد بزهده وورعه القاسي والداني. وتمر الأيام ويظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة مدعيا النبوة، ويتبعه خلق ليس بالقليل. فلا يجد الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل من الرجال بن عنفوة ليرسله إلى أهل اليمامة ليذكرهم بالحق ويثبتهم على الإسلام. فقابله مسيلمة وأغراه بالذهب والمال، فرفض في البداية ابن عنفوة، لكن مسيلمة رأى في عينيه بريقا ناحية الذهب عندما ذكر. فقد كان الرجال فقيرا عن حق، فوعده مسيلمة بنصف ملكه. وعد مسيلمة بنصف ملكه إذا خرج للناس وقال لهم أنه سمع محمدا يقول أن مسيلمة شريكا له في النبوة. ضعف الرجال ونسى إيمانه وزهده وصلاته، وخرج إلى الناس وقد عرفوه بالزهد والورع والعبادة وحفظ القرآن وملازمة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. خرج وقال أنه سمع النبي يقول أن مسيلمة شريكا له في النبوة. فلم تتأكد فتنة مسيلمة إلا بالرجال، سبحان ربك. فأتبع مسيلمة الآلاف بعد ذلك، فكل من كان في قلبه مرض كان يقول: صدق مسيلمة، فقد شهد له الرجال ابن عنفوة. فكانت فتنة الرجال أشد من فتنة مسيلمة نفسه. لم يغتبط لهذا الأمر على وجه الأرض إلا أبو هريرة، فعندما وصله الخبر خر ساجدا لله مرددا: نجوت 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 يا ربي نجوت. بعد حياة حافلة بالعبادة والزهد مات الرجال بن عنفوة على الكفر، أعاذنا الله وإياكم منه. فلا تغترن بعمل ولا تطمئنن لصلاح، فلا أحد يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ، والعبرة بالخواتيم. فالثبات الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله.